احنا النهارده نكون بقالنا مده بنتمرن مع بعض، واتمنى ان احنا يكون مستوى الفتنس عندنا عالي. تمرينه النهارده هي تمرينه قوه التحمل، تمرينه مفيده جدا للصحه لانها بتظبط ضغط الدم وبتقوي عضله القلب. من اهم مميزاتها انها بتقلل التوتر وبتساعدنا ان احنا ننام بسهوله. اول تمرين عندي هي تمرينه السكوات مع رفع الدراع. هنزل الاول سكوات، اللود على كعب رجلي. اهم حاجه عندي ان ركبتي ما تعديش مشط رجلي، ظهري على طول مفرود، وانا تحت هرفع دراعي بحيث ان هو يوازي الارض. هطلع فوق، هكرر التمرينه 10 عدات. 2 اهم حاجه ما انساش اتنفس، دايما ظهري مفرود، ودايما الوزن هيتحمل على كعب رجلي ومشط رجلي هيطلع فوق. 3 4 هاي 5 6 ما انساش اتنفس. 7 8 اخر 2 9 برافو. 10 ستوب. تاني تمرين النهارده هركز على الكتاف الجانبي. همسك الوزن، هرفع ايديا للجنب لحد لما اوازي الارض وانزل تاني. هعملها 10 مرات. اهم حاجه ان ظهري على طول مفرود، هبص قدامي وما انساش اتنفس. 3 هايل 4 5 6 7 كويس 8 هايل 9 10 ستوب. تالت تمرين هركز على الدراع. همسك الوزن وكوعي وهو ثابت، هاتني ايديا وهنزل تاني. هيشغل عضلة البايسبس. هعملها 10 عدات. 2 اهم حاجة ظهري مفرود واتنفس وابص قدامي. 3 4 5 هايل 6 7 اتنفس مع كل عدة. 8 9 10. اخر تمرين النهارده هركز على عضل الكور والحزام. هنعمل تمرينة العجلة زي ما انتم شايفين مع دنيا. هنام على ظهري وهبتدي اطلع ركبتي فوق، وهعمل حركة العجلة بايديا ورجليا عكس بعض. اهم حاجة عندي ان انا اخد نفسي، واول لما استريح ممكن ابتدي ازود السرعة شوية. هاي ما انساش اتنفس. وزي ما انتم عارفين ان الكالسيوم مهم قوي لجسمنا، عشان كده بننصح باستخدام كوبايتين في اليوم من لبن كليم اللي بيحتوي على الكالسي لوك اللي بيحفظ الكالسيوم جوه العظم وبيساعد الجسم على المرونة. كده فاضل 3 عدات. اخد نفسي. اخر واحدة. هاي ستوب. تمرينة قوة التحمل هكررها 4 مرات في الأسبوع وهستمر عليها لأنها مفيدة جدا للصحة. وما تنسوش تشاركونا على فيسبوك وإنستجرام على هاشتاج اخترت صحتي وتقولوا لنا أخبار الفتنس إيه.